السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. غادي نشارك معكم الطريقه ديال السمن الحلو اللي كانت طلبتها لي واحد الاخت، قالت لي شاركيها معنا في القناه. هاني غادي نشاركها معكم ان شاء الله على الطريقه ديال الوالده ديالي كيف ما كانت كتحضروا لينا. غادي نشاركوا معكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تبخلوش عليا بواحد لايك واشتراك وشي تعليق محفز وندوزو للطريقه. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا طنجره فاش غادي نطيب السمن ديالي. عندي 500 غرام ديال الزبده، تكون نوعيه جيده يعني من اصل حيواني، ماشي ديال البواطه، ماشي اللي كنطيبوا بها الحلوى. هذه تكون من اصل حيواني يعني النوعيه ديالها ضروري تكون جيده او زبده بلديه. عندي كيف ما قلت لكم 500 غرام. بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه وعلى حسب نتوما شحال بغيتو تحضروا ديال السمن. انا هنايا درت نص كيلو. غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال البلبوله ديال الشعير. كلشي كيعرفها البلبوله ديال الشعير الرقيقه. غادي ندير 2 معالق ومعلقه كبيره ديال الزعتر. وهنا عندي شويه ديال تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال الحلبه، تقدروا ما ديروهاش، هذه اختياريه، ولكن كتعطي واحد لوغو زوين للسمن ديالنا. وفي نفس الوقت كنستافدوا من المنافع ديال الحلبه، راكم عارفين الحلبه والمنافع ديالها. وراه ما غاديش تبقى فيه، راه غادي نصفيوها في الاخير، غير كتخلي داك اللوغو ديالها زوين. صافي غادي نخلط هاد المكونات، نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا مع بعضهم. صافي غادي نخليو هاد السمن ديالنا كيطيب على عافيه تكون مهيله، ما تجهدوش عليه، راه غادي غير يتحرق لكم ويضيع. ضروري تنقصوا عليه، نقصوا عليه العافيه مزيان، تخليوه على عافيه مهيله كيطيب مزيان وتعطيوه الوقت ديالو باش غادي تعرفوا هاد السمن ديالكم واش طاب. هو غادي ملي غادي تحركوا غادي تلقاو هذيك البلبوله وهذيك اللبن اللي كان في الزبده هبط لتحت وتحرق، يعني غادي يولي حمر في التحت، غادي يتحرق وغادي يهبط لتحت. هذيك الساعه غادي تعرفوا بان السمن ديالكم راه طاب. ما تطيبوش اكثر من الجهد حيت ما غاديش يتجمع ليكم من بعد وغادي يجيكم فيه واحد المذاق مر، يعني ما تطيبوش مزيان. ضروري ديروا على عافيه مهيله وطيبوا كيف ما قلت لكم حتى تمسوا القاع وتلقاو داك الزبده راه داك اللبن مع ديك البلبوله راه لصقات لتحت. صافي غادي نطفيو عليه ونخليوه حتى يهدى عاد باش ندوزو نصفيوه، باش ما تطرطقش لينا القرعه ولا شي حاجه. قرعه ديال الزاج ضروري ديروه في قرعه ديال الزاج ماشي ديال البلاستيك باش تحتفظوا به. صافي من بعد ما نصفيه غادي نخليه غير في شي بلاصه هنايا غير في الكوزينه حتى كيبرد تماما. ملي كيبرد عاد تقدروا ديروه يا اما في الثلاجه يا اما تخليوه غير على برا. المهم هو ما كيخسر ما والو، كيبقى كما هو لان الزبده طايبه مزيان وعلى نار مهيله، يعني راه ما كيخسر لكم داك السمن ما والو، كيبقى معكم واحد المده اللي طويله. واحد الحاجه اللي ما واحد المقطع ما تصورش ليا هو ملي درت شويه ديال قبيصه ديال الملحه. هذا المقطع هذا ما تصورش ليا، ضروري دير واحد القبيصه ديال الملحه في الاول مع دوك المكونات اللي درتو في الاول مع العشوب، ديروا واحد القبيصه ديال الملحه. صافي هذا من بعد ما برد ليا السمن دازت عليه ليله كامله، يعني ليله كامله عاد كيجمد. هنا راني خليته غير على برا، ما درتو لا في الثلاجه لا في والو. الا بغيتو يجيكم قاصح اكثر دخلوه للثلاجه. وكانت هذه هي السمينه ديالنا، كتجي خطيره ولذيذه، تفطروا بها الصباح مع عسيله ولا مع شويه املو ولا، المهم كتجي رائعه. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم. يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من الدعم ديالكم وتشجيعاتكم، وخليوا لي شي تعليق محفز. وبسلام عليكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.